الخير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا. جهود لتنمية بذور البطاطا المحسنة. دعم عيني ومالي للمحتاجين في أعالي الجيش. مقتل 18 شخصا على الأقل في هجمات في بوركينا فاسو ومالي. الناتو يرفع عدد قواته لمهمات التدريب في العراق إلى 4000 عسكري. وفيسبوك يلغي صداقته مع أستراليا ويحذف أي محتوى إخباري. السلام عليكم ورحمة الله. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 19 من فبراير في مراكز العزل في إقليمي الأوسط والقاش بركة إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا، وكان 6 من المصابين في أسمرة في الإقليم الأوسط و4 في إقليم القاش بركة، 2 منها في أديبرة وواحدة في بارنتو وواحدة في تسني. بهذا بلغت عدد الإصابات التراكمية في البلاد حتى اليوم 2685 إصابة، شفي منها 2050 ووفاة 7، ولا يزال 628 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من فبراير 2021. أعلنت وزارة الزراعة أنها تعمل لضمان توفير بذور البطاطا المحسنة في كافة البلاد. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في الوزارة السيد إرمياس اسملاش أن البطاطا يتم زراعتها في مساحة حوالي 2200 هكتار على مستوى البلاد، وإن بذور البطاطس المحسنة التي ينميها المزارعون النموذجيون تنتج من 300 إلى 400 كنتال من الهكتار الواحد. وقال المزارع عبد الصيون يوسف الذي يقوم بتنمية بذور البطاطس المحسنة إن البذور التي يحصل عليها من وزارة الزراعة لها إنتاج جيد، ويقوم بتنميتها لتوسع في زراعتها. وأفاد خبراء الزراعة في مديرية بريخ توزيع بذور البطاطس المحسنة لحوالي 171 مزارعا وتخزين كمية كافية للزراعة المستقبلية. ونبهت وزارة الزراعة أن استخدام بذور البطاطس غير المعروف مصدرها وتكثيف السماد الكيميائي والمبيدات الحشرية يلوث التربة، داعية لاستخدام السماد الطبيعي والتنويع الزراعي. يقوم مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الأوسط بأنشطة التأطير والتدريب للدفع بالجمعيات التعاونية لصيد الأسماك في المياه العذبة. وأوضح ممثل المكتب السيد إفريم تسفاي زراعة الأسماك في 40 سدا نجح منها المزروع في 33 سدا لجفاف السدود الأخرى. وذكر تقديم الدورات التدريبية لصيد وطهي الأسماك ل77 مواطنا في 3 مديريات بالإقليم. وأشار إلى قيام مكتب وزارة الثروة البحرية بالعمل بالتعاون مع قسم الزراعة والأراضي بإصلاح مساقط المياه للحيلولة دون امتلاء السدود بالطمي وحماية التربة والمياه. وأكد أعضاء الجمعيات التعاونية العمل لإنجاح البرنامج مشيدين بالدعم الذي يتلقونه. ويتم زراعة مختلف أنواع أسماك المياه العذبة في سدود الإقليم الأوسط. ذكر ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عالي القاش السيد برخات غوندر تقديم دعم عيني ومالي للمحتاجين. وأوضح تأهيل 10 أسر بالماشية حسب نوع اختيارها بمبلغ 10,000 نقفة لكل أسرة في مناطق أودارو وبوكو ودييرو ومفلج. وأشار إلى توزيع 96,600 نقفة مقدمة من المواطنين للأسر المحتاجة، وتأهيل 5 أسر في منطقة قرنفيد بالماشية بمبلغ 50,000 نقفة. أوضحت الأسر أن الدعم المقدم لها حسب اختيارها يتماشى مع حياتها المعيشية.
حققت الجهود الجارية للقضاء على العادات الضارة بموجب المرسوم 158 لعام 2017، خاصة التي تعرض المرأة إلى مشاكل صحية ونفسية، حققت نتائج جيدة. ووفق مستندات قسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة، أكدت الدراسة الجارية انخفاض نسبة الختان التي كانت في عام 2008 27% إلى 2% تحت 5 سنوات في عام 2015، ومن 47% في العمر ما بين 5 و10 أعوام إلى أقل من 7%. وبحثت اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والعمال والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة في الاجتماع الذي عقدته في كرن الأوضاع على الأرض والتعرف على جوانب القوة والضعف لتقوية الأنشطة الجارية. وأوصى الاجتماع لوضع القرى قوانين خاصة بها وضمان تنفيذها، وتقديم تقارير واضحة شفافة، والقيام بالتقييم في الوقت المحدد، وتقديم التدريب للجان المديريات، ونشر المناشير التوعوية، وتنفيذ التعليمات الصادرة بهدف تحقيق نتائج أفضل. في غضون ذلك أعلنت مديريتي حلحل وعتكليزان وبعد ذلك مديريتي أصمات وهبرو خلوها من ختان الإناث. وأكدت المديريتان مواصلة التوعية للحيلولة دون حدوث انتكاسة. أوضح مسؤول عيادة قادم حليب في مديرية أفعبة الممرض عثمان محمد إدريس انخفاض الإصابة بالأمراض نتيجة للاستخدام الجيد للمؤسسات الصحية. وقال إن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة لقرى تنبوسة وأباررة وعرباي وقوبع، وكذلك منطقتي قزقزة في إقليم عنسبة. وأشار إلى أن أنشطة التوعية الصحية ساعدت في الحد من العادات المتخلفة الضارة، موضحا بأن غرف انتظار الحوامل المشيدة بتعاون السكان وقوات الدفاع تسهم في ضمان الرعاية الجيدة للأمهات والأطفال والولادة في المؤسسات الصحية. وذكر إن أعمال محاربة مرض الملاريا خفضت من نسبة المرض، فضلا عن انخفاض ظاهرة الأمراض المعدية الأخرى. وأعرب السكان عن ارتياحهم للخدمات الصحية المقدمة، مؤكدين بأن الولادة في المنازل أصبحت منبوذة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أفادت مصادر حكومية وأمنية في بوركينا فاسو ومالي أن مسلحين يشتبه بأنهم متشددين قتلوا ما لا يقل عن 18 شخصا خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر حكومية وأمنية في البلدين إن مسلحين يشتبه بكونهم متشددين قتلوا 18 على الأقل في هجمات في شمال بوركينا فاسو ووسط مالي. وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينية أوسيني تامبورا في بيان إن هجوم بوركينا فاسو وقع بين بلدتي ماركوي وتوكوبانجو، حيث نصب المسلحون كمينا لسكان في طريقهم إلى سوق عبر الحدود القريبة في النيجر. وفي مالي أفادت مصادر حكومية بأن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون أو فقدوا في سلسلة هجمات قرب باندياجرا في منطقة مويتي بوسط البلاد. الجدير بالذكر أن هجمات المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش شائعة في البلدين الواقعين في غرب إفريقيا، حيث وسع الإرهابيون وجودهم في السنوات الأخيرة على الرغم من وجود نحو 15 ألف عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و5100 جندي فرنسي. أعلن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ أن المنظمة سترفع عدد قواتها لإنجاز مهام التدريب في العراق من 500 إلى 4000 عسكري. وأشار ستولنبرغ إلى أن القرار يهدف إلى دعم القوات العراقية في حربها على الإرهاب، وأيضا إلى ضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال قائد المنظمة خلال مؤتمر لوزراء الدفاع عبر الفيديو أنه تقرر رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
في السياق أكد ستولنبرغ أيضا عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحا أن الأعضاء سيواصلون نقاشهم بالخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من مايو. استيقظ الأستراليون ليجدوا صفحاتهم على فيسبوك خالية من أي أخبار بعد أن حجب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ وكبير للنزاع مع الحكومة على دفع مقابل المحتوى. وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة بعدما حذف الموقع أيضا الصفحات الصحية الرسمية وتحذيرات السلامة الطارئة وشبكات الرعاية الاجتماعية. وكتب رئيس الوزراء سكوت موريسون على صفحته على فيسبوك أن تصرفات فيسبوك لإلغاء الصداقة مع أستراليا متعجرفة ومخيبة للآمال. وتمثل خطوة فيسبوك انشقاقا عن شركة جوجل المملوكة لألفابت بعد أن شكلتا معا جبهة موحدة لسنوات في حملة ضد القوانين. وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات في أستراليا، لكن جوجل أبرمت اتفاقيات مع عدة مواقع إخبارية في الأيام الماضية. ويلزم القانون الأسترالي فيسبوك وجوجل بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري. هبطت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على سطح المريخ في أخطر خطوة حتى الآن ضمن مهمة ملحمية للإتيان بالصخور التي يمكن أن تجيب عما إذا كانت قد وجدت أي حياة على الكوكب الأحمر. وفور هبوطها أرسلت المركبة التي تعد أكثر المختبرات المتنقلة تطورا في علم الأحياء الفلكي يتم إطلاقه إلى عالم آخر أولى الصور التي التقطتها على سطح الكوكب الأحمر. وشعر المراقبون الأرضيون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بكاليفورنيا بالقلق الشديد إزاء هبوط بريسفرنس إلى سطح المريخ الذي ظل لفترة طويلة بمثابة فخ الموت للمركبات الفضائية القادمة. وهبوط المركبة ذات الست عجلات هو الزيارة الثالثة إلى المريخ في غضون أسبوع واحد فقط. والغرض الرئيسي للمهمة التي تكلفت 2.7 مليار دولار هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل حوالي 3 مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة وربما أكثر قابلية للحياة عليه. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.